في يوم ما حصل وقررت، والحمد لله أخيرا قررت إنك تبدأ. قررت إنك تغير شيء فيك، تبني عادة جديدة، تحقق أحلامك اللي بقالها سنين في دماغك. اسمح لي أقولك إن أول حاجة كانت واجهتك أو هتواجهك لو أخدت القرار ولسه هتطبقه هي كلام الناس. ازيكم عاملين ايه؟ انا شروق حكيم واهلا بيكم في فيديو جديد. بصراحة عايزة اختصر الموضوع بحدة شديدة عشان كل حاجة تكون فعلا so clear من نقطة البداية. مش هتنجح ابدا، ودايما هتقول ان ده مش وقته او انا مش مؤهل لكده دلوقتي طول ما انت ما عملتش حاجة واحدة بس. النهاردة ودلوقتي وحالا هقول لكم على حاجة واحدة بس هتعملوها تجاهل الناس. ignore them. وقبل ما تتضايق، هما ليه فعلا بيعملوا كده او بيتكلموا عنك بصورة مش بتوديك لقدام ودايما بتاخدك لورا؟ اسمح لي اقول لك ان ده مش عشان هما عارفين ومتأكدين انك انت شخص ضعيف خالص، وعمر ما كانت دي الفكرة، بل لانهم يرون فيك ما لم يرونه في انفسهم. خليني اوضح الكلام عشان نكون ماشيين على نفس التراك مع بعض. دلوقتي لما اجي اقولك انت بني ادم فاشل، هل ده فعلا عشان انا شايفاك بني ادم فاشل؟ انا لو كده مش هقولك حاجه اصلا، هفضل اضحك عليك من بعيد. لكن انا شفت فيك حاجه فعلا قادره تميزك عني وعن كل اللي حواليك. شمه كده من بعيد ريحه نجاحان، ريحه انك انت ممكن تنجح. دي حاجه بتخليني انا كبني ادم ابدا اتوتر واتضايق وما بقاش عايزه اقعد في مرحله الكومفورت زون اللي انا فيها، وعايزة أحبطك عشان تفضل معايا في نفس المرحلة دي ومحدش فينا يتحرك. ده خليني أقولك إن للأسف الشديد المشكلة فيك بعد كل ده، والمشكلة في أنا. هما اللي بيحاولوا دايما ياخدوني لورا بكلامهم، هما اللي دايما بيحبطوني، هما اللي دايما يوقفوني ويوقعولي عزيمتي. أيوة، المشكلة بعد كل ده فيك أنت، مش فيهم هما خالص، لأن ببساطة شديدة أنت اللي تسمعهم. انت اللي قررت بدماغك ان انت هتسمعهم. لما سمعتهم اتأثرت بكلامهم، وبالتالي عزيمتك بدل ما هي كانت هنا نزلت لحد هنا. عارفين بجد فعلا وحقيقي المشكلة فين؟ المشكلة ان معظم الناس بقت واخدة على المتوسط عادي. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة كان عندي حلم 1 2 3، بس عشان جيت اقول لحد او اسمع من حد فقال لي لا دي حاجة صعبة، دي بعيدة جدا، ده انت لسه بدري عليك، انت فين واحنا فين. كل ده بيخلي عزيمتك وإرادتك صفر. من مجرد انت سمعت كلمة كلمتين من حد هو أصلا ما عندوش أي خلفية ولا أي حاجة خالص يقدر يفيدك بيها، غير إن هو يوقع لك عزيمتك، غير إن هو يحاول يشدك معاه لتحت. دي أول مشكلة، إن انت بتسمع ليهم وبالتالي بتتأثر بكلامهم. تاني مشكلة وهي إن فعلا معظم الناس حابة منطقة السلام، أو بمعنى أصح الكومفورت زون، الأمان اللي هم فيها. محدش عايز يحاول، محدش عايز يجرب. الطبيعي فعلا دلوقتي إن كله راضي بليفل المتوسط. اتس اوكي، هو عايش متوسط. هنا اسمح لي أوضح لك إن هو معناه ما تجربش عشان ممكن تفشل، ما تحاولش عشان ممكن تخسر. وفكرة انك انت بتبدأ تحاول دي فعلا بتضايقهم جدا بشكل مش طبيعي. بس انا مش مجنونة عشان اجي اقولك انت عمال تحاول وانا متضايقة عشان انا قاعدة مكاني وثابتة. لا، ما تحاولش انت كمان. بكل بساطة انت بقى لسه بعيد، ما تفكرش في كده، انت لسه صغير، العمر لسه قدامك طويل. ده بالظبط كل اللي بيحصل معانا وكل اللي بنعيشه كل يوم، لمجرد ان احنا عندنا فكرة جديدة او حاجة احنا عايزين نعملها، او حتى ستيب بسيطة جدا زي ان احنا نبدأ ننزل الجيم مثلا، وما نبدأش نعملها بسبب ان في حد ملوش حرفيا اي 30 لازمة في دنيتنا جه وقال لنا كلمة خدتنا لتحت. خليني أسألكم سؤال بكل صراحة وجاوبوني عليه برضو بكل صراحة. كم حاجة أو فكرة أو حلم شاركتها مع شخص ما، وبعد ما خلصت معاه كلام على طول حسيت ان انتي يعني خلاص انت مش عايز تعمل ده، او الحاجة دي فعلا ما كانتش مفيدة بالنسبة لي 100%، او انا فعلا بعيد قوي عن النقطة دي؟ بجد حقيقي شاركوني، فعلا افتكروا موقف او مواقف حتى، وشاركوني في الكومنتس كل حاجة انتوا افتكرتوها بجد.
خليني هنا في النقطة دي أوضح حاجة كتير مهمة، وهي فكرة ثمن الاستماع أو التكلفة اللي انت بتدفعها لمجرد ان انت سمعت من شخص زي ما كنا قايلين كده رأيه ملهوش أي لازمة خالص في حياتك. الثمن لما يدفع هو أرخص حاجة بتدفع بيها هي الفلوس، تمام؟ يعني دي أرخص حاجة، لأن فعلا الثمن الحقيقي اللي بيدفع هو بيكون وقتك اللي ضاع. لو كنت بدأت في الحاجة دي من 3 سنين وقت ما جاتلك الفكرة وما سمعتش من الشخص ده، إمكانياتك اللي راحت هدر اللي انت كنت بتحاول تجهزها عشان تبدأ في الحاجة دي. وتالت حاجة وأهم حاجة هي عمرك، إن الوقت ده مش هيرجع تاني أبدا عشان هتعيد الفرصة. وحتى لو بدأت النهاردة أنت اسمك بادئ بعد 3 سنين من ما الفكرة جاتلك. عشان كده طبعا لو جيتوا فكرتوا في الثلاث حاجات دول هتلاقوا إن فعلا أرخص حاجة ممكن نعملها هي إن احنا نكون بندفع الحاجة دي بالفلوس، لكن الوقت، العمر اللي ماشي، والإمكانيات اللي ضايعة هدر، كل دي حاجات ما بتتعوضش وما بتترجعش حتى بالفلوس. انا حاولت اوضح لكم في شوية اللي فاتوا دول ازاي فعلا انتوا بتضيعوا وقتكم مع ناس غلط. المفروض دلوقتي هقول لكم ايه هو الحل والحاجة فعلا اللي لازم تعملوها، لازم، ما فيهاش كلام، ما فيهاش نقاش، عشان تاخدوا ستيب جديدة. وفي الواقع يعني والحقيقة ان انا قلت الحل، بس هعيده تاني ونقول ازاي هنعمله بالظبط. لازم تتجاهل اي حد بيرجعك لورا او حتى مخليك ثابت مكانك. ده الحل. ازاي نعمله بقى او ازاي نطبقه؟ انا هنا ما اقصدش خالص ان انت تكون شخص متكبر او شايف نفسك، لا، اللي اقصده انك ما تسمعش لحد خالص. عارفين الموضوع ده مهم جدا، فكرة انك ما تسمعش لحد. عشان كده دايما وانت بتسمع اي اغاني او حتى فيديوز بميوزك، انت دايما هتلاقي مشاعرك ماشية مع تراك او الالحان بتاعت المزيكا اللي انت بتسمعها. فعلا بتأثر جدا عليك. انت مش هتاخد بالك منها خالص الا لما تلاقي مودك زعلان، مع ان حرفيا هو مفيش حاجة حصلت في دنيتك عشان تكون زعلان دلوقتي، لكن انت سمعت اغنية حزينة من شوية. فبليز ركزوا جدا انتوا بتسمعوا ايه والمين كويس اوي. ده بالظبط اللي اقصده بفكرة انكم لازم تتجاهلوا، مش يعني تتكبروا، يعني ما تسمعوش. ولازم تختار اسمع لمين ما اسمعش لمين. اوكي، شخص بيقدم لي نقد بناء عايز يفيدني فعلا وبيقول لي الحقيقة، غير شخص بيقنعك دايما بالفشل قبل حتى ما تبدأ وتشوف النتائج بتاعتك. اتعلم تميز جدا بين الشخصين دول، وافتكر دايما ان الشخص اللي محاولش ده اخر شخص في الدنيا في النظام الكوني كله يقدر ان هو يحكم عليك بالفشل او لا. انت اصلا ما خدتش الحاجة اللي انا عايز اجربها، فانت بتحكم بناء على ايه؟ احساسك. بليز ركزوا فعلا انتوا بتسمعوا لمين كويس جدا، لان دي حاجة بتأثر عليكم حتى لو انتوا مقتنعين ان هي مش بتأثر عليكم. فكرة ان في ناس حوالينا دايما بتقول رأيها، دي حاجة فعلا بتأثر جدا علينا احنا كبني ادمين. في النهاية أعزائي المشاهدين، أحب أقول لكم على حاجة مهمة جدا. ان الشخص اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو خالص اللي كان بيقولك انت بعيد قوي عن الحاجة دي، ما تفكرش فيها ولسه سنك صغير، بعد ما نجحت، ده اول شخص هيجيلك ويقولك انا كنت متأكد وعارف ان انت هتنجح. ده بالظبط اللي خلاني اقول لكم الكلمتين دول دلوقتي، لان دي الحقيقة. هو فعلا كان متأكد وعارف ان انت هتنجح، عشان كده حاول ان هو يحبطك في البداية لكن معرفش، فجاه يهنيك في النهاية. على الاقل يبقى عارف يعمل حاجة مفيدة في حياته. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى فعلا تكونوا استوعبتوه كويس، واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.